جريمة بشعة هزت مصر بالأخص في الأقصر في أبو الجود. شاب عنده 38 سنة بيعاني من اضطرابات نفسية، موت راجل كبير في السن عنده 60 سنة، وبعد ما موته فصل رقبته عن جسمه. وأجهزة الأمن قبضت على الشاب اللي عنده 38 سنة اللي بيعاني من اضطرابات نفسية، وبعد ما قبضوا عليه عملوا له تحليل مخدرات، واثناء الجريمه ما كانش بيتعاطى حاجه. ولما اتكشف عليه جنائي لقوا عنده 5 قواضي قديمه، واهله كانوا متبرئين منه، وكان قاعد لوحده. كان في مشاكل كتير ما بينه وما بين اهله، عنده مشاكل نفسيه بيعاني منها بقاله فتره. ولما اتقبض عليه قعد يقول كلمات مش مفهومه، زي ان هو بيحب يشرب ميه الاسمنت عشان يكون قوي بدنيا. حتى اهالي منطقته بشهاده الشهود قالوا ان تصرفاته في الفتره الاخيره كانت غريبه جدا، واهالي المنطقه جالهم ذهول، بالاخص ان المتوفي كبير في السن وعنده 60 سنه وراح ضحيه وملوش اي ذنب في اي حاجه. والى الان بيتم التحقيق في القضيه. كتير من اهالي المنطقه قالوا ان احنا شفناه كان بيتعاطى المخدرات، وان هو عنده اضطرابات نفسيه كبيره جدا، ومحدش كان بيحب يتعامل معاه كتير، بالاخص من شباب واهالي المنطقه، منطقه ابو الجود في محافظه الاقصر. وقالوا ان هو في الفتره الاخيره كان بيتخانق كتير مع جيرانه واهل منطقته بدون سبب، لغايه ما اتفاجئوا الاهالي باللي هو عمله في جاره امبارح، وفصل راسه عن جسمه قدام كل اهالي المنطقه. حصل لهم ذهول وذعر، والى الان محدش يعرف ايه الاسباب. هنوافيكم باخر التفاصيل اول باول، بس ما تنساش لو وصلت معانا لغايه هنا تحط لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصلك كل اخبارنا الجديده. نشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد.